اجتمع عدد كبير من النجوم في الفجيرة لمتابعة عرض مسرحية عزيزة سليمان من بطولة أمل عرفة وإخراج أسعد فضة. تدور أحداث المسرحية حول قصة فنانة وقعت في فخ الشهرة والغرور، فإيش حصدت؟ راح نتعرف على التفاصيل في هذا التقرير. تفضلوا جميعا، لقد خرجوا في رحلتهم الأسبوعية وتركوني وحيدا. حتى هذه الجارة الحيزبون لم توقفني، مع أنها تعلم جيدا أنني أنام كل يوم بعد الغداء. لابد أنها تعمدت ذلك. هذا العرض السوري الرائع كان بهالمستوى على كل الأصعدة، أداء وإخراجا وديكورا حتى. حبيت العرض وتأثرت فيه. لم يكن الأمر كله إخلاصا للفن فقط، كانت أضواء الشهرة تسحرني مثل ما سحرت الكثيرين من المشاهير. الشهرة ليس فيها خط رجعة أبدا، لا يمكن لمن أدمنها أن يتراجع عنها، ولا بد أنه سيضحي بكل شيء من أجل استمرارها. الشهرة مغارة مسحورة، من يدخل إليها لا يخرج بإرادته أبدا. يعني عرض جيد جدا. أمل عرفة ممثلة تملأ الخشبي وتملأ المسرح وتملأ المنصة بحضورها وبأدائها وبشخصيتها الجذابة جدا وبقدراتها التمثيلية العالية. وأسعد فضة يعني مخرج غني عن تعريف وفنان كبير وله بصمته يعني في عالم المسرح وفي عالم التمثيل والإخراج عموما. والنص جميل يحكي يعني هواجس كل ممثلة أو كل ممثلة أو كل نجمة أو كل نجم يعيش يعني في أضواء الشهرة لفترة من الفترات، ثم حين يعني تخفت هذه الأضواء تبدأ الأسئلة والهواجس أو العلامات الاستفهام التي يطرحها على نفسه. بشكل عام أستطيع القول أنه نص جيد وعرض جميل جدا جدا. أنا قلت رؤيتي، قلت قراءتي للعرض، وأترك هذا السؤال، أترك الإجابة على هذا السؤال للجمهور، لإلكم، للنقاد، للإعلاميين. لكن أنا واضح بأنه ليش مثلا أنا حطيت هذا الميداليات وهال على هذا الحامش الغسيل. يعني أنا قلت رؤيتي بالعرض. كان أداء السيدة أمل عرف من إخراج المخرج الكبير أسعد فضة كان الأداء عظيما. أراد عاطف أن يقول من خلال هذه المونودراما أنه العيش السعيد لا يكون إلا من خلال الحب الحقيقي، من خلال أسرة دافئة، والسعي وراء الشهرة هو سعي وراء السراب. لم يكن عاطف ضد الشهرة ولست أنا ضد الشهرة، لكن أن تأتينا الشهرة الطائعة كما جاءت لسندريلا، هكذا قال عاطف، وليس نحن الذين نركض وراءها. إن ركضنا وراءها يمكن أن تهرب في أي لحظة كما حصل مع عزيزة. ثم مات ذلك الفتى الشاب الذي أراد الزواج به منذ أكثر من 40 عاما. كان يدفع وجه هذه الدار فخبز عزيزة. عزيزة لا زالت حياة. سلام الرحمن.
المسرحية كتير كانت حلوة. أول شيء أنا مبسوطة أنه أمل عرفة رجعت للمسرح بعد 15 سنة، وهي مدة كتير طويلة. النص كان جميل جدا، ولكن أكيد أنا بالنسبة إلي وبحسب مشاهدتي أداء أمل أهم من النص بكتير. بتصور بمطارح كان ممكن ينشغل أكثر على النص. أكيد إخراجا كان عمل كتير مهم. استطاعت أمل عرفة فعلا بقدرتها الشخصية، بمهارتها، بوعيها، أن تقدم عرضا استطاع أن يرتقي إلى مستوى العرض المونودراما. لربما هناك بعض الهنات البسيطة هنا وهناك، لربما هناك كان بعض يعني إيقاع بوتيرة واحدة. النص مكتوب، أنا قرأت النص حقيقة اليوم تحديدا، وجدت به يعني كان يحتاج إلى الكثير من البحث في بعض التفاصيل الإنسانية للشخصية. أعتقد أنه المادة المطروحة بالعمل هي مادة جيدة، على الرغم أنه كانت، أعتقد أنه النص كان يحتمل أن، كيف بدي أقول، أنه ينمل بتفاصيل أكثر، لأنه تفاصيل طبعا تعكس العالم النفسي للممثل. هذا طبعا ما شفته بالنص، يعني إذا عندي ما أخذ على النص، بس بتخيل أنه بالعموم النص جيد متماسك غير مدعي، بمعنى أنه واضح وبسيط ويمتلك كل مقومات المونودراما.